لعبة على شكل قرد بيطبل بتغير حياة مدينة كاملة. يلا بينا مع بعض نشوف أحداث ملخص النهاردة. بيبدأ الفيلم سنة 1999 بطيار اسمه بيتي. بيتي بيكون في متجر ألعاب وعايز يرجع لعبة على شكل قرد لأنها بتسبب مشاكل، لكن صاحب المتجر بيقول له لعبة إيه اللي هتعمل مشاكل، وبيقلق من شكل بيتي لأن هدومه كلها دم، وفعلا بيتي بيكون متوتر جدا. وصاحب المتجر بيقول لبيتي إن اللعبة واضح إنها مكسورة وإنه طبعا مش هيقدر يرجعها، فبيتي بيقول له ما يحاولش يلمس القرد لأن أول ما عصاية الطبلة بتنزل في ناس بتموت. وفجأة اللعبة بتبدأ تطبل بدون سبب ومن غير ما حد يلمسها، وبيجي فار بيقطع حبل مربوط فيه فاس بيخبط في دمية بأسهم. في الوقت ده بيخرج سهم من الدمية وبيقتل صاحب المحل. وفي الوقت ده بيتي بيشوف في المحل مسدس لهب بيقرر انه يحرق بيه اللعبة عشان يخلص منها خالص. وبتعدي السنين وبنشوف بعد كده هال وبال ولاد بيتي التوأم، وبنعرف ان بيتي ساب ولاده ومراته لويس وهرب. وبنعرف ان بال اكبر كام دقيقة من هال وشايف نفسه عليه وعامل نفسه اخوه كبير، لدرجة ان هال بقى بيكرهه، خصوصا ان بيل عنيف ومش بيحب حد. وطول الوقت هال بيبقى نفسه بيل ما يبقاش موجود، لدرجة انه بيفضل يتخيل ان كرة البولينج بتقع على راسه تموته، ده لانه شخص مؤذي. بعد كده لويس بتقول لهم ان كل الحاجات اللي في الدولاب بتاعت باباهم هي الورث بتاعهم. هنا هال وبيل بيروحوا يفتشوا في الدولاب وفي حاجة باباهم، وبيلاقوا علبة بيكون مكتوب عليها قرد عازف زي الحياة، ومكتوب كمان شغل المفتاح وشوف ايه اللي هيحصل. في الوقت ده بيل بيقرر انه يشغل المفتاح، وهل بيكون خايف. المهم ان القرد بيبدأ يعزف وفجأة بيبطل يشتغل، وبيل بيفكرها لعبة بايظة وبيتعصب وبيرميها. بعد كده بيخرج بيل وهال مع أني المربية بتاعتهم اللي بتقنعهم يروحوا مطعم للأكل الصيني بدل الملاهي. بس الغريب إنه هال جاي يركب العربية بيشوف القرد في الكنبة الخلفية لكنه مش بيعلق. بعدها بيدخلوا كلهم المطعم وبيكون الشيف بيعمل شو بالأكل والسكاكين. فجأة القرد بيشتغل لوحده وبيفضل يطبل، وهل بيسمع الصوت رغم ان اللعبة مش قريبة منه خالص. واللي بيحصل ان الشيف بيغلط والسكينة اللي في ايده بتفصل راس اني عن جسمها، وطبعا محدش بيبقى فاهم ده حصل ازاي، بس بيعتبروها حادثة وارد انها تحصل وبتدفن وخلاص. لكن في الحقيقة الموضوع اكبر من كده بكتير، هنشوف مع بعض. المهم ان بيل وهال بيكونوا مصدومين في الاخر، هم اطفال وشافوا منظر زي ده ومامتهم بتحاول تساعدهم يتخطوا ده وبيفضلوا يرقصوا مع بعض. وتاني يوم وهال في المدرسة الأطفال بيفضلوا يتريقوا عليه عشان باباه ساب مامته وبياخدوا البنطلون بتاعه، وبيكون بيل بيتريق معاهم على أخوه. وبيرجع هال البيت متعصب وبيلاقي القرد في الأوضة بتاعته، ولما بيسأل مامته إيه اللي جابها في الأوضة بتقوله إنها ما تعرفش. وبالليل بيفضل هال يتكلم مع اللعبة لأنه شاكك إنها السبب في موت آني، لكن طبعا ما يعرفش إزاي. وبيصحى بيل ولما بيلاقي هال بيتكلم مع القرد بيقوله إنه هيسيبهوله وإنه مش عايزه. وتاني يوم بيل بيجبر هال إنه ياخد معاه القرد المدرسة، وبرضه العيال بيفضلوا يتريقوا عليه في الحصة وبيل كمان بيتريق عليه معاهم. وبيرجع هال البيت في يوم والعيال اللي معاه في المدرسة ومعاهم بيل برضه حاتفين عليه موز ومبهدلينه. فبيدخل هال اوضته وبيقعد يتكلم مع القرد وبيفضل يقول له انه بيكره بيل وبيتمنى انه يموت، وكانه بيطلب من القرد انه يموت بيل. بعدها بيشغل مفتاح القرد وكالعاده بيشتغل القرد، بيطبل شويه ويفصل، وبعدها بيرجع يشتغل تاني مع نفسه وبيضرب على الطبله بسرعه. في الوقت ده بيرجع بيل من المدرسة وبيدخل يشوف مامته، وبيتفاجئ لما بيلاقي ان امه فجأة وهي بتطبخ بيحصل لها نزيف وبتموت. وبيشخصوا الوفاة انها تمدد في الأوعية الدموية، ودي حالة نادرة، لكن هل بيتأكد اكتر في الوقت ده ان اللي بيحصل ده بسبب اللعبة، وان اللعبة اول ما المفتاح بيشتغل القرد بيختار هو عايز يقتل مين، وبعدها بيفضل يطبل لحد ما الشخص اللي قرر قتله يموت. واول ما بيروح هال البيت بيرجع القرد علبته عشان محدش يفكر يستخدمه تاني. بعد كده هال وبيل بيكونوا مضطرين انهم يعيشوا مع عمتهم ايدا وجوزها تشيب، وده هيكون في مدينة تانية، وتشيب بيكون ما بيحبش الأطفال ولا عايزهم يعيشوا معاه. وهال بيكون تعبان جدا بسبب خسارته لمامته، ولأنه كمان بيكون حاسس إن هو السبب في موتها لأنه شغل القرد. المهم بيقرر إنه يطلع اللعبة يكسرها، لكن اللي بيحصل بيكون غريب جدا، لأن هال بيلاقي إن كل ما بيكسر جزء من اللعبة بيتفاجئ إن الجزء اللي اتكسر ده بينزف وكأنه جزء بشري مش لعبة. المهم بيفضل يكسر فيها لقطع كتير وبيرميها في الزبالة، وبيكون مفكر إن الموضوع انتهى. بعدها بيسافر هو وبيل مع آيدا وتشيب، لحد ما في يوم هال وبيل بيكونوا قاعدين مع بعض وبيتفاجئوا باللعبة قدامهم. وقتها بيل بيتخانق مع هال لأنه جابه معاه، لكن هال بيفضل يقوله إنه كسره ورماه. فبيل بيسأل هال هو ممكن يكون القرد ده هو السبب في كل اللي بيحصل، وهال بيقوله إنه كمان بيتهيأله كده. فبيل بيقوله إنه هيجرب يشغله ويشوف إيه اللي هيحصل، بس هال بيكون خايف وبيفضل يقوله بلاش. بس بيل بيكون عنيد وبيشغله عشان يشوف اللي بيشغل المفتاح بيحصل له حاجة ولا لأ. لكن اللي بيحصل إن تشيب بيكون في رحلة صيد عادية، وفجأة بيتم دهسه ب67 حصان بري وبيموت وهو نايم. بعدها بيقرر هال وبيل إنهم ياخدوا العلبة بالقرد وبيقفلوا العلبة بحديد وبيرموه في بير، وبرضه بيكونوا متخيلين إنهم خلصوا منه. المهم بتعدي السنين، وبعد 25 سنة بنشوف هال اللي بيكون هو وبيل تقريبا انفصلوا عن بعض وعلاقتهم بقت من بعيد لبعيد.
وبيكون هال ملوش أصحاب وكمان مش عايز يقرب لحد لأنه خايف إن القرد يظهر مرة تانية ويقتل أي حد تاني قريب منه، خصوصا إنه كان فهم إن اللعبة بتقتل الأشرار، وإنها لما قتلت أني المربية بتاعتهم قتلتها لأنها مرضتش توديهم الملاهي وراحت المطعم اللي فيه حبيبها، وقتلت لويس لأنها كانت بتحب بيل أكتر من هال، وكمان قتلت تشاب لأنه ما كانش بيحب هال وبيل ولا كان عايزهم يعيشوا معاه. وبنعرف إن هال بقى عنده ابن اسمه بيتي على اسم أبوه، وإنه عايش مع مامته، وهال بيشوف بيتي مرة واحدة بس في السنة، وده لأنه خايف عليه برضه من لعنة القرد. وبيكون في شخص اسمه تيد عايز يتبنى بيتي، وإن هال وقتها يبعد عنه خالص، وده بعد ما يقضي معاه آخر أسبوع ويعمل معاه بحث مطلوب منه في المدرسة عن شجرة العيلة. هال ما بيكونش موافق على الكلام ده، بس بيضطر إنه يوافق لأنه في النهاية خايف على بيتي إنه يعيش معاه، لأنه مقتنع إن حياته هتكون في خطر بسبب لعنة القرد. بعد كده بنشوف عمتهم أيدا اللي بتكون عايشة لوحدها وبتكون نايمة، فجأة بتسمع أصوات فبتاخد المسدس بتاعها وبتنزل تشوف مصدر الصوت ده إيه، وبتنزل المخزن مش بتلاقي حاجة وبتكون هتطلع تاني، لكن فجأة السلم بيقع بيها وبيكون في أدوات صيد على الأرض بتدخل في وشها، وبتطلع البيت عشان تنظف الجروح بالكحول مكان الدبابيس دي. بعدها بتحس ان في ريحه طالعه من البوتاجاز فبتقرب علشان تشوف مصدر الريحه، وفجاه النار بتولع في وشها وبتطلع تجري، وفي النهايه بتموت موته صعبه جدا زي كل اللي فاتوا. بنشوف بعد كده ان في ساحه لبيع الاشياء المستعمله، وهنا القرد بيظهر فيها مره تانية وبيكون للبيع، وبيجي واحد اسمه ريكي بيمسك القرد. الغريب هنا انه بيشوف زي مقتطفات من حياة شخص، بنعرف بعد كده ان ابوه اللي مات. ريكي بيشتري القرد وبياخده البيت وبيسأل مامته ابوه مات ازاي، لكن هي مش بترضى تقول له حاجة. وبنعرف كمان ان في حد بيدور على القرد ده بالذات وطالب انه يشتريه بأي مبلغ، وفعلا ريكي بيبيعهوله، وهنعرف مع بعض الشخص اللي عايز يشتري القرد ده مين بعد شوية. المهم بنرجع لهال اللي بياخد معاه بيتي البيت وبيتكلموا عن عيلته، وهال بيقول ان ما عندوش اخوات، ولما بيتي بيسأله لويس ماتت ازاي برضه مش بيرضى يقوله. وبيناموا بالليل وبيفضل يجي لهال كوابيس ان القرد رجع وبيقتله وبيرميه في بير زي ما هو رماه زمان، لحد ما موبايله بيرن رقم مجهول وبيتضح انه بيل اخوه، وبيعرفوا ان ايدي ماتت بطريقه بشعه جدا زي الحوادث اللي حصلت قبل كده، وبيقول له انه لازم يروح بيت ايدي بسرعه ويتاكد ان القرد مش هناك. وفي نفس اللحظه دي وعلى سيره القرد بيكون في واحده هتنزل حمام السباحه وبيحصل مس كهربائي، اول ما البنت بتنزل الميه بتموت على طول. هنا هال بيخاف اكتر وبيصحي بيتي بسرعه عشان يمشوا من البيت ويروح يشوف القرد في بيت ايدي. وهم في العربيه هال بيقول لبيتي انه لازم يرجع البيت لانه لازم يروح بيت عمته ويشوف ايه اللي حصل بالظبط. فبيتي بيسأل هال مرة تانية أمه ماتت ازاي، لكن هال برضه مش بيرضى يحكي له اللي حصل زمان، فبيطلب بيتي من هال انه يروح معاه بيت ايدي ممكن يقدر يساعده، وهال طبعا بيبقى رافض جدا لانه خايف عليه، لكن بيتي بيقول له انه عارف ان في حد هيتبناه وانه عايز يقضي معاه اخر وقت، وبيحطه في خيار انه يسيبه وما عادش يشوفه مرة تانية او يكملوا مع بعض الوقت اللي فاضل. فبيفضل يفتكر هال ذكرياته مع لويس، وفي النهاية بيوافق انه ياخد بيتي معاه، وبيوصلوا لبيت ايدي وهال مش بيكون عايز بيتي يدخل معاه، لحد ما بتيجي واحده اسمها باربرا، ودي اللي عينتها الحكومه للاشراف على بيت ايدي لحد ما تسلمه للورثه اللي هم هال وبيل. وبتتكلم باربرا عن بيل، طبعا بيتي بيعرف في الوقت ده ان ابوه كذب عليه وانه عنده اخوات. وبيدخلوا البيت وبتحكي باربرا لهال ان بعد ما ايدي ماتت حصل 4 حوادث موت بأبشع الطرق في نفس المنطقه، وده عشان تخدعه وتخليه يبيع البيت بتمن رخيص. وطبعا هال مش مستوعب لان كده اكيد القرد رجع، ومش بس رجع ده كمان في حد قدر يشغله. فبيسأل باربرا لو شافت لعبة على شكل قرد في البيت، لكن هي بتقوله إنها ما شافتش حاجة، وإن عموما كل الأغراض اتباعت في سوق للأشياء المستعملة، فوارد يكون في حاجة كده. بعد كده بتحاول باربرا إنها تفتح غرفة من الغرف والباب مش بيكون راضي يفتح، وهال بيقول لها كفاية وإنهم مش لازم يفتحوها، لكن هي بتصمم إنها تفتحها. وأول ما الباب بيتفتح بيكون في بندقية ورا الباب بتقع وبيطلع منها طلقة بتقتل باربرا، وبتيجي الشرطة تحقق في اللي حصل والناس بتكون عمالة تتفرج على اللي بيحصل. في الوقت ده وهال في البيت بيتصل بيل بيه على تليفون البيت، وهال بيحكي له اللي حصل، لكن بيل بيقول له يستنى منه مكالمة لأن الشبكة في البلد هنا وحشة. هال في الوقت ده بيعرف إن بيل في نفس البلد، ولما بيسأله لو هو فعلا في البلد بيل بينهي المكالمة على طول. بعدها بيفضل هال يدور في أرقام التليفونات بتاعت الأشخاص اللي عايشين في البلد في الدليل، ومش بيلاقي اسم بيل بس بيلاقي فيه رقم باسم القرد، ولما بيتصل بالرقم ده بيكون فيه رسالة مسجلة بصوت بيل إنه لقى القرد اللي كان بيدور عليه خلاص. هنا هال بيفضل يفتكر كل الحوادث اللي حصلت، وبيعرف إن بيل هو اللي كان ورا كل الحوادث دي، من أول موت مامته لحد كل الحوادث البشعة اللي حصلت في البلد دي، وإن طول الوقت هو اللي كان بيشغل المفتاح بتاع القرد. ولأن زي ما قلنا بيل من وهو صغير وهو شخص مؤذي، بنعرف إن بيل بعد ما رمى القرد هو وهال من 25 سنة بيل رجع مرة تانية للبير عشان ياخد القرد، لكن وقتها ملقاش من القرد حاجة غير المفتاح بتاعه ورسالة معناها إنه هيرجع مرة تانية. وفضل بيل طول الوقت على مر السنين بيدور على القرد ومستنيه يرجع تاني، لدرجة إنه كان بيجيله هلاوس وتخيلات طول الوقت إنه شايفه وإن القرد بيراقبه.
لحد ما في يوم وهو في كافيه لقى رسالة مكتوب فيها نفس الكلام اللي كان على علبة القرد: دور المفتاح واتفرج على اللي هيحصل. وفضل يدور على القرد في كل الأماكن الممكنة لأنه كان متأكد إنه هيرجع تاني يساعده إنه ينتقم من هال لموت مامته، وده لأن بيل كان متأكد إن هال هو اللي شغل اللعبة وإن هو السبب في موت مامته. بنشوف بعد كده ان ريكي بيرجع للشخص اللي باع له القرد واللي بيتضح انه بيل، وبيقول له ريكي انه عايز القرد تاني وهو هيرجع له الفلوس اللي خدها منه لان القرد بيفكره بابوه بيخليه يفتكر عنه حاجات. لكن طبعا بيل بيكون عنده هدف واحد وهو انه يخلص من هال، فطبعا بيرفض انه يرجع القرد لريكي مره تانية. لكن ريكي بيقول له انه شاف هال اخوه اللي شبهه بالظبط، وانه لو مرضيش يديله القرد هيروح يقول لهال ان هو اللي خده. فبيل بيقلق جدا ان بيتي يشغل المفتاح ويحصل له هو حاجه، فبيقفل في وش ريكي وبيقول له يمشي بدل ما يموته. فبيرجع ريكي بيته وبياخد بدله ضابط مزيفه خاصه بجوز امه، وبياخد معاه سلاح كمان. بعدها بياخد هال رقم التليفون اللي لقاه الخاص ببيل، وبياخد بيتي وبيرجعوا الفندق، وهال بيقول لبيتي انه هيكلم مامته ويرجعه البيت لان حياته هتبقى في خطر طول ما هو معاه. وبيتي مش بيكون فاهم ان فعلا هال خايف عليه وبيتخانقوا مع بعض لان في حد هيتبناه وانه ما عادش هيشوفه تاني. بعدها بيتصل هال ببيل وبيزعق معاه وبيقول له يبطل يشغل مفتاح القرد وكفايه قوي الناس اللي ماتت دي كلها. فبيل بيقول له يخلي بيتي هو اللي يجي يشغل المفتاح ويقفله طول الوقت، ولو خايف عليه فعلا يخليه هو اللي يجي لان اللي بيشغل المفتاح هو الشخص الوحيد اللي مش بيموت. وبيسيب له مهله يفكر وبينهي المكالمه. بعدها بيكمل هال كلام مع بيتي وبيقوله انه بيحبه وخايف عليه من حاجات شيطانيه ومش بيقوله بالظبط ايه الموضوع. بس في نفس الوقت ده الباب بيخبط وبيتضح انه ريكي عامل نفسه ضابط شرطه وبيهدد هال، وبياخده هو وبيتي وبيروح للمكان اللي فيه بيل. وبيقول ريكي لبيتي يدخل البيت يجيب القرد ويخرج والا هيقتلهم هما الاتنين. وهال مش بيكون موافق طبعا انه يدخل لان عارف القرد ممكن يعمل ايه وعارف كمان دماغ اخوه. لكن في الاخر مع تهديد ريكي بيضطر انه يوافق انه يدخل من فتحه في باب البيت، وقبل ما يدخل بيحذره انه يحرك المفتاح اللي في ظهر القرد مهما حصل. وبيبدا بيتي يتسحب ويدخل بيت بيل، وطول ما هو طالع على السلالم بيكون في افخاخ مميته بيحاول بيتي انه يهرب منها، لحد ما بيوصل بيتي لعمه اللي بيكون عمال يتكلم مع القرد كالعاده، وبيقول له انه فاضل شخص واحد بس لازم يخلص منه. لما بيساله بيتي انت كويس، فبيل بيقول له انه عمره ما حد ساله السؤال ده وانه مش كويس ولا حاجه. وبيكمل كلام معاه ان القرد ده لعبته المفضله من وهو صغير، وبيقول له يشغل المفتاح. ولما بيساله بيتي هو بيعمل ايه فبيقول له دور المفتاح وهنشوف مع بعض. وزي ما قلنا ان هدف بيل الوحيد هو انه يخلص على اخوه هال. وبيتي من الفضول اللي عنده بيدور المفتاح وبيبدا القرد يضرب على الطبله. في الوقت ده هال وريكي بيكونوا في العربيه مستنيين بيتي، وبيكون فوقهم عش نحل. المهم ان المسدس اللي مع ريكي بيطلع طلق غصب عنه وبيكسر ازاز العربيه وبيوصل لعش النحل اللي بيطلع كله من العش وبيهاجم ريكي لحد ما بيموت. في الوقت ده هال بيتاكد ان حد شغل المفتاح بتاع القرد، وبيكون خايف جدا على بيتي فبيطلع بسرعه يدور عليه. واول ما هال بينادي على بيتي بيعرف في الوقت ده بيل ان هال ما حصلوش حاجه لما بيتي شغل المفتاح، وده لانه كان معاه شخص تاني هو ما يعرفش والشخص التاني هو اللي مات. فبيفضل بيل يزعق لبيتي عشان يشغل المفتاح تاني عشان يقتل هال، لكن بيتي ما بيرضاش فبيشد منه القرد وبيضربه يوقعه على الارض. وبيفضل بيل يحاول يدور المفتاح بتاع القرد ومش بيكون راضي يشتغل وبيطير بيل على الارض. وفي الوقت ده القرد بيبدا يطبل بسرعه جدا، وبيسمع بيل صوت صريخ، ولما بيبص من الشباك بيلاقي حرايق في كل مكان في المدينه، وسقف البيت بيتكسر وفي اشخاص ميته بتطير عليه. فبيدخل هال في الوقت ده البيت وبيتخانق مع بيل وبيقول له هو ليه بيعمل كل ده. فبيل بيقول له لانه قتل امهم لويس وكان عايز يقتله هو كمان. فبيل قرر وقتها انه يقتله هو كمان، لكن القرد مش بياخد اوامر بقتل اشخاص معينه، عشان كده كل مره بيشغل المفتاح اشخاص عشوائيين هم اللي بيموتوا. بس هال بيقول لبيل ان موت لويس ما كانش حد السبب فيه، لان في النهايه كلنا هنموت، وان اللي حصل ده كان غلطه وهم صغيرين ومحدش كان فاهم حاجه. بعدها هال بيمد ايديه لاخوه بيل لان هم اللي باقيين لبعض، فبيمد بيل كمان ايديه لهال وبيبداوا يتصالحوا. ولكن فجاه القرد بيشتغل تاني والفخ اللي كان عامله بيل بيقع عليه وبيقتله. بعدها بياخد هال ابنه بيتي وبيمشوا، وبيتي مش بيكون مستوعب كل اللي عمه بيل عمله والمدينة اللي دمرها وكل الناس اللي ماتت بدون داعي دي. وبيسأل بيتي هال هيعملوا ايه في القرد، فهال بيقول له انهم هيحتفظوا بيه. وبيفتكر لما لويس كانت بتاخدهم وبيقعدوا يرقصوا مع بعض عشان ينسوا اي حاجة وحشة حصلت، وبيقول لبيتي انهم هيروحوا يرقصوا، وبيتي بيستغرب بس بيوافق. وفي النهاية وبعد كل الأحداث اللي حصلت بسبب غلطة حصلت بدون سبب وكمان ببراءة طفل من زمان، بيستعيد هال علاقته بابنه بيتي. وبس بيخلص فيلمنا على كده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا الأفلام، واستنوا الملخص الجاي. سلام.